الناس كتير كانت متوقعه استاذ علاء استاذ عمرو ان بعد زياره الاهلي للزمالك، مجلس اداره الاهلي للزمالك، ان الدنيا هتبقى زي الفل وجميله وكلام من ده. هل الزياره دي يعني ما كانتش نتائجها زي ما الناس كانت متوقعه؟ وعمر الزياره ما هتبقى لها نتائج. ليه؟ زمان الكابتن صالح سليم وكابتن طارق سليم كانوا بيبقوا موجودين في النادي الزمالك، مش رايحين زياره. هم كانوا بيبقوا قاعدين مع الكابتن الحنفي مصطفى، كانوا بيبقوا قاعدين. تروح تلاقيهم، تروح النادي الزمالك تلاقي الكابتن حماده امام هناك في الاهلي مثلا قاعد مع مش فدي كانت هي دي اللي مدوبه المساله، ان عادي اروح واقعد وبتاع، وده بيروح ويجي، اعضاء مجلس اداره هنا، اعضاء مجلس اداره هنا. الكابتن حلمي لما حب يزور الكابتن صالح سليم لما كسب في الانتخابات وراح كلمه قال له الكابتن صالح قال له لا ما ينفعش، لان طبعا حلمي كان كبير يعني راجل كبير. فالكابتن صالح قال له ما ينفعش، انا هجيب المجلس واجي لك. راح جاب المجلس وراح. مظبوط، حصل. فده ليه؟ لاني ما كانش في بينهم الصديق الصدوق لكابتن صالح سليم وكابتن طارق سليم كان عبده نصحي. فقاعدين طول النهار مع عبده نصحي ومعاه في المذبح ومعاه مش عارف ايه. فعشان كده كان خلاص اهلي وزمالك عادي. يعني انت اهلاوي وانا زملكاوي بس عادي. وانا اشجع على الزمالك وانت تشجع الاهلي، بس في النهايه احنا اصحاب. يعني ما فيش اي نوع من يعني عادي جدا. انا بتمنى لك التوفيق وانت بتتمنى لي التوفيق، الدنيا ماشيه. لكن التعصب الزياده ده واللي حصل في الاستقطاب الفتره الاخيره دي والزياده دي السوشيال ميديا. بدليل ايه؟ انا لما بكتب بوست على صفحتي، بمناسبه صفحتي يعني، لما بكتب بوست على صفحتي بوست محترم جدا وكلام عادي جدا، بلاقي الناس داخله شتيمه. ايوه. طب انا ما قلتش حاجه اصلا. يعني ما فيش حاجه تستاهل الشتيمه اصلا. طب بتشتم ليه اصلا؟ تحس الناس اتعودت على كده. كده. لا ما نزل بوست انسان الناس يقولوا الكلام ده من قلبك. ما بتصدقش. لا مش ما تصدقش. تعرف ليه؟ لان في لجان بتقود في ولاد صغيره كتير على السوشيال ميديا، في لجان بتقودهم بتوجههم. فاول ما عمرو الدردير يكتب مش عارف يروح يدخل يشتمه، فيخلي العيال الصغيره تشتم معاه، ما هو مش عارف حاجه فيقعد يشتم برضه. بس مين بيبقى 2-3 لجان بيوجهك ناحيه شوت، فتروح انت شاتم يروح شاتمك او يستخف بيه. وفي ناس لما بتشوف واحد شتم تشتم زيه. كده والله أنا لو لقيت واحد قال حاجه ايجابيه بتقول ايجابي زيه. شوف اول سياسه الزحمه دي اللي هو كله قطيع يطلع مع بعض. اول تعليق ده بيكون مؤثر. اول تعليق بيأثر. لكن انا بالنسبه للزياره دي انا كنت يعني بصراحه قلت بعد عهد المستشار مرتضى منصور خلاص بقى، قلت لا خلاص ممكن يحصل. لكن انا حتى فاكر ساعتها انت حضرتك سالتني سؤال، قلت لي هل ده يمنع ان يحصل تبادل الصفقات بين الاثنين؟ قلت لك لا دي مالهاش علاقه. صح، حصل. وقلت لي مالهاش علاقه. قلت لك مالهاش علاقه. فانت قلت لي هل كده ممكن حد من الاهلي يروح الزمالك يروح الاهلي؟ قلت لك لا دي مالهاش علاقه. حتى الناس كلها كانت ماشيه في التوجه ده، وانا قلت لك لا مش هيحصل ده. لان ده مش المفروض يحصل، وفعلا وحصل. شفنا امام عاشور جه الاهلي، شفنا كان في عز. هي بس الحاجه الايجابيه الوحيده الاهلي لا بس ما جاش من الزمالك انا فاهم، بس عارفه هي الايجابيه بس الوحيده اللي هي بس احتواء ازمه كهرباء. يعني انا شايف ان واحده من ايجابيات الزياره احتواء ازمه كهرباء، اللي بعديها بفتره على طول تم احتواء ازمه كهرباء، وكنا رايحين في سكه تانية خالص. طيب كده هرجع لموضوع الصفقات، لكن كنت سالت استاذ عمرو على سؤال او سالت سؤال اللي هو بتاع مدى الرضا عن بيانات الزمالك. انت راضي عن الصيغه بتاعت انت صحفي كبير وكنت متحدث رسمي صاوج باسم نادي الزمالك، كنت قلت لي مره ان انت كنت رافض المنصب ده، صح؟ هسألك برضو كنت رافضه ليه، لكن انت راضي على الصيغة اللي بتطلع بيها بيانات للزمالك؟ ما انا قلت لحضرتك لما قناة الاهلي تعلي فانت لابد صحفيا واعلاميا. لا ابقى ثانية واحدة بس اكمل. قناة الاهلي علت قوي السقف. انت بتشوف ده حاصل دلوقتي؟ انا بتكلم على الموقف البيان الاخير. علّ قوي قناه الاهلي، علت قوي وطلبت ان تمشي رئيس لجنه المسابقات. طبيعي انا كاعلامي لازم اقول له علي كمان، انت لازم اعلي عشان اعمل توازن. ده شغل صحافه وشغل اعلام. انا لازم اعلي، لازم اطلع بيان عشان اعمل توازن مع قناه الاهلي، لان انا مش قادر في قناتي اطلع اقول نفس الكلام. يبقى خلاص لازم اعلي ببيان. فده تكتيكيا صح، بتشوفه عادي تكتيكيا لازم يحصل. انا شايف ان مجلس اداره الزمالك بتقود السوشيال ميديا والثالثه يمين. مجلس وش ومجلس اداره النادي الاهلي مجلس اداره الزمالك يقاد من الثالثه يمين والسوشيال ميديا.
ادعى ذلك ان لا اتهام صعب قوي. لا بص غير اوافق، ما اوافقش. قرار الانسحاب امام الاهلي ما جاش الا بعد ما خدوا ضوء اخضر من السوشيال ميديا. بس خليني افكرك بحاجه، الجمهور نفسه زعل لما الزمالك ما لعبش ماتش الاهلي لانه رجع بعد كده لعب ماتش سيراميكا. جمهور الزمالك انتهوا على حضور في المدرجات. هم بياخدوا قرارهم من السوشيال ميديا. لا ده كان قرار غصب عن الزمالك انه يلعب. ده كان قرار من فوق بتاع سيراميكا. طبعا ما كانش ينفع. ازاي؟ لا والثاني مش ازاي يعني؟ لا عادي تنسحب من المباراه عادي. لكن هتقول لي هتفضل منسحب لي؟ لا ده من فوق. لا الدولة مش هتسكت يا عمرو. الدولة لما تشوف حاجة تسيبك. والدولة لو تدخلت وتدخل الكورة هتقول لك ما تنسحبش. لا ده استثمار وملايين وبتاع وبس وحقوق وبتاع. ما ينفعش. جت محاولات من الدولة متمثلا في الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ان الماتش يتلعب بتاع الأهلي والزمالك. ايوه كان وحصل اجتماع مع الكابتن حسين لبيب في مركز التعليم المدني صح جنب اتحاد الكوره عشان يقنعه انه كان اقتنع الكابتن حسين لبيب. وبعد كده تراجع لما رجع اعضاء المجلس. مظبوط كده. حصل انسحبوا وفضلنا لحد اخر لحظه. لولا نادي الزمالك خد الضوء الاخضر من السوشيال ميديا ما كانش سحب مباراه امال الماتش اللي بعده السوشيال ميديا كانت رافضه. لا ليه القرار ما كانش التاني البيانات اللي عملوها بتاع التحكيم لما جمهور الزمالك راح بعديها لما الاهلي كان بيلعب مباراه وجمهور الزمالك راح بعديها وقعدوا يهتفوا على التحكيم ومش عارف ايه بتاع كده. نادي الزمالك بعد 3 ايام من وقعه مباراه الاهلي وبيراميدز بعد 3 ايام عملوا بيان. ده بياكد لي انا وقلت لك ساعتها يا امير ان القرار ده البيان ده طالع بناء على غضب السوشيال ميديا. فانا بقول لك ان اداره نادي الزمالك بتقاطع عن طريق السوشيال ميديا. يا سلام. واداره النادي الاهلي ما بتعملش كده صح؟ لا ما بتعملش كده خالص. شوف ان اداره الاهلي برضو نفس الكلام. طبعا اداره الاهلي هو قال دلائل. اداره النادي الاهلي اداره النادي الاهلي ما كانتش هتجيب اللعيبه دي. جابت اللعيبه اللي فيها في انتقالات يناير دي بناء على السوشيال ميديا. بضغط السوشيال ميديا وبعد اللي حصل والسوشيال ميديا اتهمت الكابتن محمود الخطيب وهجمته وصلت يعني قذفته بالالفاظ علشان فاضطر يجيب برضه تحرك وفقا للسوشيال ميديا من ضغط السوشيال ميديا عمل كده. لا الصفقات كده بتتم. هو التاخير بس هو الجمهور عاتب او لام الكابتن محمود الخطيب على التاخير مش على نوعيه الصفقات. ده زي ان جت صفقات ما حدش كان بيسمع عنها خالص. يعني مين كان يسمع عن جراد الشار ده؟ لا ما حدش كان يعرف. احنا كنا الاعلام كله ولا امير كان موجود. كنا كل يوم بنطرح اسماء وانا كنت ضيف مع امير وبقول له على اسماء تانية خالص واسماء كتيره جدا مرشحه وفوجئنا انه بيجيب اسماء تانية خالص وما جابش حتى اسماء تقيل عشان يرضي غير الجمهور. ده جاب اسماء عاديه خالص. يعني حتى مش اسمع جراد الشار ما حدش اسم عادي يعني مالوش ما فيش صيت يعني مش جاي بناء على رغبه الجماهير يعني. بس ثمنه كام؟ بن شرقي لا بن شرقي ثمنه كام علشان تقول ان صفقه عاديه؟ مش صفقه عاديه. لا يعني بكام مليون؟ جراد شهر ده مش صفقه عاديه. من ثمنه لا مش صفقه عاديه. لا يا عمرو اقصد يعني انت وسام ابو علي. حد كان اسمه وسام ابو علي؟ حدش كده. انا اقصد مثلا جمهور مثلا الاهلي مثلا بيطالب مثلا وسام ابو علي موليكا فاكر لا قبلها. احنا كنا بنتكلم على اسماء. انا بتكلم على اسماء اللي الجمهور كان عايزها. موليكا مش عارف مين الاسماء اللي هي كانت دايما مطروحه. مش عارف المهاجم ده مش عارف مين وبتاع. محمد علي بن رمضان كنت لسه مؤخرا كنت لسه كامل احترامي. الجماهير بتمسك وده كل الجماهير مش جمهور نادي معين بيمسكوا في اسم لاعب من غير ما يبقوا عارفين. ماشي بس لمجرد انك انت تردد اسم. بس عايز اقول لك على حاجه دلوقتي. لا راح جاب احمد رضا. ايه احمد رضا؟ يا مع احترامي لما الاهلي يقول لك انا جبت احمد رضا ده يرضي غرور جمهوره؟ لا طبعا. بس الولد بس الاهلي اعلن لا عشان يرضي غرور جمهوره اعلن عن بن شرقي وتريزيجيه وجراديشار وحمدي فتحي اعلن عن ده. لا كاس العالم. لا كاس العالم انا طيب. شايف انا شايف الاتهام مرفوض. طيب بن شرقي تحديدا انا عارف ان انت ممكن يكون عندك كواليس كتير جدا حصلت في موضوع بن شرقي لان بن شرقي كان خلاص رايح الزمالك. راجع الزمالك في الصيف طبعا في يناير بقى في الاهلي. ايه اللي حصل في الصيف ادى لان بن شرقي ما يجيش بتذكره الطيران على القاهره عشان يعلنوا صفقه انتقاله لان كان الموضوع خلصان؟ ايه بالظبط اللي حصل في الموضوع ده؟ دي بقى شويه كواليس. هنخش بقى شويه في موضوع الكواليس ده وشويه حكايات في الرحلات الافريقيه وكلام من ده معاكم. فقول لي الموضوع بن شرقي ده. وهل انت الاول زعلان طبعا او بتتحسر لما بتشوف مستوى بن شرقي في الماتشين ولا كام دقيقه لعبهم مع الاهلي؟ لا احنا عارفين مستواه انا مش مستوى مش بالنسبه لي طبعا. بن شرقي لعيب كبير ولاعيب بيحب الزمالك وجمهور الزمالك بيحبه حتى الآن وهو بيحب جمهور الزمالك. بن شرقي لعيب كبير ولاعيب محترم جدا.
كان عنده رغبة أكيدة إن يجي نادي الزمالك. تحديدا الأستاذ عمرو الجنايني اتفق معاه ومع أخوه اللي هو وكيل أعماله رشيد. 900,000 دولار، وكان خلصان الموضوع منتهي. 900,000 بس؟ انا اللي اعرفه انه كان 1,400,000. 900,000 دولار الموضوع كان خلصان والموضوع انتهى. طب ليه ما تمش؟ ما انا هقول لحضرتك، الموضوع انتهى وخلاص، وتم الاتفاق مع بن شرقي على كافة التفاصيل ورشيد على كافة التفاصيل، وخلاص مستني تذكرة الطيران. حلو. سافر سفرية تقريبا فرنسا علشان، وكان منتظر باقي خلاص 4 أو 6 7 أيام ويقفل باب القيد. فمستني يبعتوا له تذكرة الطيران ويجي وخلاص والموضوع خلصان متفقين. مجلس الإدارة لما طرح الكابتن حسين لبيب طرح الموضوع ده على مجلس الإدارة، فالكابتن أحمد سليمان رفض بات، أو قال يعني ساعتها في الاجتماع في الكواليس يعني قال ان انتوا بتتكلموا ازاي على 900؟ حرام عليكم، ده هو في ناس بتكلموا على 600 وكان موافق في المغرب. كان موافق على 600 فانتوا تقولوا 900. فحصل ايه؟ مشاحنات، فمعناه ان انا مثلا واخد عموله فيه. الكابتن احمد سليمان هو سبب فشل صفقه بن شرقي مع الزمالك. مؤكد طبعا، معلومه مؤكده. فاللي حصل قال لهم انا عندي لاعب بديل وبولندي والحكايه وبتاع، اللي هو مش لاعب، فبالتالي ومش هيكلفنا حاجه ومش عارف ايه والكلام ده كله، والنادي هيدونا ببلاش وهندفع للاعب بس فقط الفلوس. فده انا لو من مجلس اداره لو من كابتن حسن لو مضطر اعمل كده. انا هدفع 900,000 في بن شرقي خلصان الموضوع. بس انا المفروض ما احسبهاش فلوس على قد ما احسبها كفاءه فنيه مضمونه. ما هو قال لك ده كفاءه وبولندي، وبعدين اللاعب اللي بيجي في المرحله يعني حصل نوع من التشكيل. ماشي. فاللي حصل ان ما بعتوش لبن شرقي. فبالتالي بن شرقي بقى باقي عليه 4 أيام على فتره الانتقالات. والزمالك وبعد رجعوا لما كلموه بيقولوا له 600 ومش 600. قال لهم 600 يعني شكرا.